على تواصل مع كل أصدقائنا في صفحاتنا على الفيسبوك المصورين المحترفين والهواة. بالتأكيد بنقدم شكرنا على كل الناس لكل الناس اللي شاركت في الفقرة في الفترات الماضية. احنا مجدي عبد الله مصور شارك معنا بتصوير حديقة الدندرة اللي هي بتعتبر جاذبة جدا لكل عشاق الجمال والاختلاف وأيضا لكل المصورين. حنشاهد هذه الفقرة فلاش حكاية وبعدها حنحاول نتعرف على مجدي عبد الله من خلال الهاتف وعلى تجربته عن قرب أكثر، لكن نتابع أولا. اليوم نذهب في رحلة آسرة إلى واحدة من أشهر معالم السياحة بالسودان، بل تتعدى ذلك بأنها واحدة من ثوابت الهوية السودانية. الحكاية والصورة عن حيوانات محمية الدندر التي وثق لها بفن تملأه عين التفحص بعد الترقب الطويل الفنان مجدي عبد الله، فأشبع فضول النفس بصورة غاية في الدقة والجمال بعين فنان لا تخطئ المشهد. حظيرة الدندر بها حوالي 224 نوعاً من الثدييات وأكثر من 900 نوع من الطيور وأكثر من 90 نوعاً من الثعابين، وهذه فقط نماذج من آلاف الحيوانات التي تزين الحظيرة. وقد بدأت هذه الأعداد تتزايد بعد انحسار موجة العطش التي ضربت المحمية قبل حوالي 8 أعوام، وظهرت العافية في سماتها وأعدادها لتستفز عدسات المصورين والسياح. اختار مجدي زوايا للصورة تجعلك تعتقد أن ذاك الغزال والنمر والجاموس وحتى الطيور تموضعت كنجوم تنشد الشهرة في اتفاق ضمني بينها وبين المصور لتقديم الأجمل. وغير الجمال المرئي فالحياة البرية مهمة في الحفاظ على التربة وتحسين الإنتاجية الزراعية والحيوانية، ما يجعل أنواع الأشجار القابعة الآن هي ذاتها قبل مئات السنين. الجاموس الإفريقي، الظبي القصب والبشمات وظبي الماء، الكتنبور، الأسود والضباع، النمور، الحلوف، أبو شوك، القط أبو ريشات، النسانيس والغزلان هي أبرز أسماء فصائل الحيوانات بالمحمية. أما فيما يتعلق بالطيور فدجاج الوادي ونقار الخشب والبجع الأبيض أبو سعن الغرنوق الرهو والنعام وغيرها هي الأشهر، ونجد كثيرا من الأسماء التجارية تحمل تلك الأسماء. قصصنا لكم اليوم واحدة من أهم قصص التاريخ والحضارة والحياة البرية بعدسة مجدي عبد الله التي حملت أبرز سمات حياة السودان البرية طوال قرون. حيوانات الدندر، حكاية هوية وحياة. مرحبا من جديد مشاهدينا الأكارم. شكرا شذا،
شكرا غسان. انا ما اعرف المنتج الفقره منو، لكن الزول المنتجه ما شاء الله منتجه بشكل جميل جدا ورائع جدا برضو. شكرا. مجدي غالبا معنا على الهاتف. الو. السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا مجدي؟ كيف الاحوال؟ الحمد لله، اهلا بك. سعيدين بانضمامك للمشاركين في فلاش وحكايه، وسعيدين جدا بالتواصل معك عبر الهاتف، وسعيدين بالحاجه اللي انت قدمتها. والله انا سعيد برضو انه اكون معاكم في الفقره وفي القناه الحقيقه دي، واتمنى انه نكون يعني قدمنا حاجه تبسط المشاهد عندكم. مرحبا بك يا مجدي، وخلينا نتكلم عن فكرة التصوير بالنسبة لك كهواية أم بصورة احترافية، قبل ما ندخل لحديقة الدندر وفكرة الزيارة والتصوير ونسج قصة ثانية يمكن يتمازج فيها خيال المصور المختلف مع واقع الطبيعة المميز في حديقة الدندر. في الحقيقة هو التصوير يعني هواية قديمة من التسعينات، واشتغلت بتدريب ودراسة. كانت شوية كده يعني السنين اللي فاتت يعني ما كان في حاجة محترفة كده عن التصوير. درسنا التصوير الأبيض والأسود في مركز شباب الربيع ومركز شباب درمان، وبعد ذاك الواحد حاول طور الفكرة ببينتينج برسم كده، وبقت هي هواية ومهنة وكده يعني. طب كلمنا عن زيارتك لحديقة الدندر واختيارك لمشاهد في منطقة غنية جدا وفيها كادر جمالي مختلف ومتميز، ومما يزيد الصعوبة انه متحرك، يعني ده تصوير بطريقة خاصة جدا. فعلا هو التصوير الحياة البرية طبعا من التصوير الصعب جدا، يعني خاصة في وجود حيوانات وضواري قد تهجم عليك في أي وقت. وكانت المبادرة هي من مجموعة شباب الإعلاميين جاش، وانضمينا للرحلة ومشينا للمحمية. في الحقيقة هو في اليوم الأول يعني الزول ما كان عارف إنه هو يقابل شنو، يعني ما كانت الحيوانات بالنسبة لنا واضحة. لكن والحيوانات عادة يعني في المحمية عند وقتين هي بتظهر فيه للشرب، في الميعاد اللي هي ميعاد عبد الغني والميعاد الأخرى الموجودة في محمية الدندر. الوقت الصباح هو الساعة 5 6 كده. الصباح طلعنا، فكنا ما عارفين نصور كيف، وما عارفين نتعامل مع الحيوان كيف، ما عارفين نقرب من الحيوان كيف. فالحيوانات كانت بتهرب مننا، الحيوانات الصغيرة مثل الغزلان كده كانت بتهرب مننا. فالنيفة طوالي أنا ومعي مصور زميلي أشرف الشاذلي حيونا من هنا، عدينا خطة على أساس إنه نحن نقوم نقرب الحيوانات دي بأقرب نقطة يعني. فاستخبينا وراء كيمة بتعدش وراء أشجار على أساس إنه الحيوانات ما تشوفنا وما تشم ريحتنا. واستخبينا لفترة طويلة يعني قرابة 2.5 ساعة على أساس إنه نحن نقوم نصور الحيوان. طب أنتوا ما كنتوا متحركين يعني؟ الحاجة الثانية كانت اللي هي الأسد والأبوة والجاموس. الجاموس الأفريقي ده هو من أخطر الحيوانات، يعني ما بيحاضر، يعني ممكن الأسد أنت تقرب له وكده، لكن الجاموس ما كان يعني ما كان في طريقة إنه تقرب له أكثر من كده. بعد ذاك بقى الزول داير يفرق جماليات المحمية من حيث الطبيعة، الألوان، الحركة بتاعت الحيوان، الجو العام بتاع الحديقة المحمية، حتى كان الافتراس وكده. فكان يعني 5 يوم كانت
مجهده شديد جدا على اساس انك تقوم تطلع بشغل زي ده. يعني ممكن تكون قاعد 3-4 ساعات على اساس انك تستنى لك مرور حيوان عشان انت تصوره. جميل. فكانت تجربه يعني صعبه، لكن الحمد لله الواحد توفق فيها وقدرنا نعمل. شكرا يا مجدي، شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في فلاش وحكايه، وشكرا على صبركم عشان تطلعوا لنا الصور الجميله دي. وطبعا برضو يعني لفتوا الانتباه لواحده من الاماكن السياحيه الموجوده في السودان، والاهم من ده كله انه في كثير من الناس ما يعرفوا انه حديقه الدندر هي غنيه بالشكل ده، يعني افتكروا انها هي فقيره، بالذات الاجيال الجديده القايمه اللي ما زارتها وما اهله وما ودوهم شافوها. زمان الناس كان بيطلعوا، ممكن يطلعوا رحل وممكن يسوقوا اولادهم يمشوا يتفرجوا، حتى المدارس والجامعات كانت بتعمل رحل. لكن الان الاجيال الجديده تفتكر انه حديقه الدندر خلاص يعني عهدها ولا. فشكرا جزيلا على انك نفضت الغبار عن الحاجه دي، شكرا جزيلا على مشاركتك معنا. لك التحيه. لك التحيه. تواصل معكم مشاهدينا الكرام. طبعا خليني اقول برضه في فلاش حاجه، شكرا غسان الفاتح. احنا هنتواصل وثقافه النفير في المجتمع السوداني من خلال تجربه شباب السروراب، لكن بعد فاصل اعلاني. بقوا معنا.